مرحبا بكم في مطبخ النايلية. وصفات جزائرية أصيلة ولمسة تقليدية من القلب. أفكار سهلة، أكل لذيذ، ونصائح للمشاريع المنزلية. تابعوني باش نوصلوا مع بعض لأحلى النكهات الجزائرية النايلية الأصيلة. مرحبا بكم حبيباتي، مرحبا باللي دخلوا معنا جدد. اليوم جبت لكم طبق تقليدي، ما شاء الله، لابيري ببنة المطاعم مع الدجاج محمر في الكيكوطة. إن شاء الله يعجبكم الفيديو، نتمنى تكونوا استفدتوا من الوصفة، وإن شاء الله تعجبكم حبيباتي. وكل هذا الخير اللي راكم تشوفوا فيه رايحين تتعلموه معنا في الفيديو لنهار اليوم. مرحبا بكم حبيباتي، مرحبا باللي دخلوا معنا جدد. نبداو في الوصفة نتاعنا الحاضرة لنهار اليوم. شوفوا حبيباتي، البطاطا نتاعنا تروحوا تجيبوها وتنقوها وتغسلوها مليح مليح وتقطروها. تجيبي الطباخ نتاعك حبيبتي وديري فيه البطاطا كيما راكي تشوفي، راني مقسمتها كيما نقولوا مربعات صغيره باش ثمثم الطيب وما تشدش معانا الوقت. شوفوا يا البنات، السر تاع المطاعم راه في هذا الثوم اللي راكم تشوفوا فيه. انا بما انني درت كونتيتي صغيره، درت نص راس، نص كيما نقولوا حبه ثوم. انتي اذا درتي الكونتيتي الكبيره يعني ديري حبه. شوفوا يا البنات، نملحوها ونديروا لها الماء العادي، يعني مش الماء السخون، ونروحوا نديروها تطبخ فوق النار، يعني على نار مهيله. وماذا بكم يا البنات شويه تزودوا لها الماء لاننا نحتاجوه في الوصفه نتاعنا. شوفوا حبيباتي بهذه الطريقة، وماذا بكم ديروها في كيما نقولوا في طباخ ثقيل. شوفوا حبيباتي، هنا نروحوا نخدموا الدجاج محمر تاعنا في الكيكوطة، يعني نمارينوه. شوفوا البنات، ديروا الزيت عادي، ديري اطراف تاعك تاع الدجاج حسب العائلة، انكم عارفين عائلتي صغيرة. شوفوا يا البنات، بعد ما ديروا الدجاج تاعكم في هذا الزيت، ديروا التوابل معانا كيما راكم تشوفوا. التوابل حبيبتي ما تقدري ما تتقيديش بالتوابل اللي درتهم انايا. شوفوا يا البنات، هنايا درت كركم، درت عكري. شوفوا البنات، تحبوا تحروا انني نشتي الماكله الحاره، يعني راني نحرر في ماكلتي. العكري هنايا درت توابل الدجاج، درت هنايا لفاح، حنا نقولوا له لفاح. هنايا توابل الدجاج هو راس الحانوت. ودرت البنات زنجبيل. وشوفوا يا البنات، لانه الدجاج يحب الزنجبيل، والله يا البنات جربوها بهذه الطريقه ما كمش راح تشبعوا بالبنه نتاعو. وشوفوا يا البنات، المكون الثاني هو الموتارد، ديري معاه شويه موتارد، والله يا البنات واستمتعي لي بالبنه كما يقولوا. شوفوا يا البنات، هنا محبي المطاعم ما يرابوش البصله باش تجي لاصوص نتاعهم خاثره وكما نقولوا ثقيله وبنينه وتطلق البنه، انك تقطعيها بايدك ما ديريهاش في الاشوار. شوفوا يا البنات، هنا رايحه ندير الملح وندير شويه طماطيش قوطي على راس الملعقه. والله يا البنات جربوها بهذه الطريقه ما كمش رايحين تندموا. اللي عندها الرند دير الرند، انا ما عنديش. واذا حبيتي ديري له شويه زعتره، هنايا درت له الحشاوش نديرته في الكونجيلاتور يعني شويه يابس. هنا يا البنات نخلطوهم ونخلوهم مدة نص ساعة بهذه الطريقة باش يتماريناو والتوابل كاملة تدخل في الدجاج نتاعنا. واذا حبيتوا يا البنات كيما نقولوا اخدموه بالموس، يعني باش تدخل فيه هذيك التتبيلة. خلوه على الاقل نص ساعة يا البنات، ومن بعد نروحوا يا البنات نديروه فوق النار بعد ما تخلوه نص ساعة. هنا البلطة شوفوا يا البنات، بعد ما تخلوه يا البنات نص ساعة تعاودوا ترجعوه كيما نقولوا فوق النار، وتبداو كيما نقولوا تقلوا فيه، لانه السر الثاني راه في القليان. شوفوا البنات، هاد لابيري انا ذقتها في واحد المطعم وسقسيناه على كيما نقولوا لاصوص والدجاج، وعطانا السيد الوصفه ربي يجازيه كل الخير، عطاها للزوج. وانا قلت والله يا البنات نشاركها معاهم. وشوفوا يا البنات، كاين حاجه ما قلتها لكمش، راني درت الحار الكيري، يعني الكيري ثاني تضيفوه لان انا كان ما عنديش. شوفوا يا البنات، هنا ندير شويه ماء برك قيس ما يتقلى لي هذاك الدجاج، وتدخل كيما نقولوا التوابل وتدخل هذيك البصله. هنايا البنات راني درت ثاني شويه ثوم، هذاك النص الراس اللي قعدتي راني درتو، وانما ما درتوش كيما نقولوا ما رحيتوش،
قطعته بهذه الطريقة. شوفوا يا البنات، ومن بعد ما تقلالي بهذه الطريقة زدت شوية فلفل اسود. يعني المراحل يا البنات تبعوها كيما راني نقول لكم، لانهم راكم عارفين بنات المطاعم ماكله عندهم خرافيه، يعني ماكله بنينه ما شاء الله. وانا جربتها والثانيه البنات عجبتني وانتم ثاني ان شاء الله تجربوها. يعني هاد لاصوص تقدري ديريه كيما نقولوا برك وحده، ديري معاه فريت مش شرط مع لابيري. شوفوا يا البنات تمرقوا، ولكن كيما نقولوا ما تكثروش الماء باش هذيك العقده اللي درتيها ما تروحش البنه نتاعها. اذا فسدتي الماء راكم عارفين الماء باللي راه يفسد الكو نتاع الماكله. شوفوا يا البنات بعد ما يتقلى لي مليح 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 ويطبخ الماء نتاعو، نروح نغلق عليه الكيكوطه كيما نقولوا نحسب له على الاقل 40 دقيقه يا البنات على نار ناقصه، تلقاوه طايب زبده وما شاء الله. يعني بنه مش نورمال ولا صوص خاطر. شوفوا يا البنات هنا بعد ما تقلى لي بهذه الطريقه رايحه نغلق عليه الكيكوطه. وشوفوا اصلا البنات، شوفوا من القليه تعرفوا باللي الدجاج نتاعكم بنين ولا لا. هنا شوفوا البنات بعد ما طابت ها هو الماء، بعد ما طابت لي البطاطا نتاعي. شوفوا يا البنات درت لها كيما نقولوا انا نستعمل فيه مانغارين ديما، وهنا درت لها ملعقه صغيره سمن. شوفوا يا البنات هذو الحوايج راه اختياريه بصح تعطيها بنه. كاين اللي يدير لها الزيت، تاخذوا راي يديروا لها المزيج بين الزبده والسمن، لانه مول المطعم قالنا باللي مزيج بين الزبده والسمن. شوفوا يا البنات انا السمن راني درتو كيما نقولوا هذا الماركه اللي نستعمل فيها ماهيش اشهار ولا حاجه، برك يعادوا بنان ولا الوليمه ثاني ما شاء الله. شوفوا يا البنات هنا خدمتها بالفرشيطه، وهنا اللي عندها البرا ولا عندها الباتور تروح ترحي كلش يا البنات وتخلي كيما نقولوا تعاود ترجعها فوق النار وتخلوها يا البنات تعقد مليح مليح، وتدخل فيها هذيك المكونات وتزيد شويه تثقال معاكم. ديروا لها البنات الجبن، اللي يحب يدير لها الفلفل الاسود والملح. ها هم يا البنات كيما نقولوا لا مارك اللي نستعملها. وهنا حبيباتي جا وقت التقديم. ان شاء الله يا البنات تجربوها وتخلوا لي ارائكم. هنا يا البنات خدمتها بالفرشيطه برك، نتوما اللي عندكم باش انا الزوج ما يحبها ليش مخدومه يعني ليس، يشتيها شويه فيها الحبيبات تاع البطاطا. نتوما حبيباتي لكم الاختيار. هنا يا البنات بعد ما طاب لي الدجاج رحت قليته. هنا شوفوا يا البنات، هنا حبيت ندير معكم هذا الديكور باش تتعلموا البنات المبتدئات ولا راكي عروس جديده ابهري الزوج نتاعك بهذا الشكل الراقي. شوفوا حبيباتي، وهنا رحت قليت الدجاج يعني حمرته برك في المقله ما درتوش في الكوشه وحطيته بهذه الطريقه. والله يا البنات تقدري هذا الطبق ثاني ديريه لضيافك، راه هماوي وفيه كيما نقولوا الشان يعني. وشوفوا لاصوص البنات هذيك البنه، وشوفوا لي الحطه نتاع هذاك لاصوص بعد ما تجمر. والله يا البنات بنة ما شاء الله، بنة خرافية. والله يا البنات كيما نقولوا صح السيد كيما عطاني الوصفة كيما جربتها كيما كليتها عنده كيما خرجت لي ما شاء الله. نتمنى البنات يكون عجبكم الفيديو، نتمنى تكون كنت خفيفة وظريفة عليكم حبيباتي. ما تنساونيش بالاشتراكات تاعكم واللايكات، واذا جربتوا التطبيقات نتاعكم تخلوهم لي ومرحبا بكم. والبنات اللي حابين يتواصلوا معايا اربحوا ليا للخاص مرحبا بكم، اي وحده نرد على التساؤل نتاعها. واللي حابه تستشيرني كذلك مرحبا بك حبيبتي، انا في الخدمه. ما تنساونيش حبيباتي بالدعوات تاعكم، والى اللقاء فرجه ممتعه.